سمعتي عن نظرية الزجاج المكسور؟ في أواخر الستينيات عالم نفس قام بتجربة غريبة. حط عربيتين غاليين، واحدة في حي راقي والتانية في حي فقير، وسابهم من غير حراسة. العربية اللي في الحي الفقير اتسرقت في ساعات قليلة، والتانية محدش قرب منها مع إن شكلها كان بيثير فضول الناس. هنا اتدخل عالم النفس وكسر زجاج في العربية، ودي كانت الشرارة اللي دفعت سكان الحي الراقي لاقتحام العربية وسرقة كل حاجة فيها. ومن هنا ظهرت نظرية الزجاج المكسور في علم الجريمة، اللي بتقول إن الفوضى بتبدأ بحاجة صغيرة زي الزجاج اللي اتكسر. والسؤال دلوقتي ليه؟ لأن الفوضى الصغيرة بتبعت رسالة غير مباشرة: مفيش حد مهتم، ومع الوقت الفوضى بتجلب فوضى أكبر. لكن خلينا نخرج من علم الجريمة وندخل للعقل. عقلك بيشتغل بنفس الطريقة: مكتب غير مرتب، مهام متراكمة، ملاحظات مبعثرة، أفكار بدون تنظيم. كل زجاج مكسور في يومك بتقول لعقلك الأمور خارجة عن السيطرة، ومع الوقت تبدأ إنتاجيتك تقل، تركيزك يضعف، وتدخلي في دايرة تسويف وفوضى ذهنية. الحل مش إنك تعملي إعادة هيكلة لحياتك بالكامل، الحل إنك تصلحي أول شباك مكسور. مهمة واحدة، ركن واحد، فكرة واحدة. النظام بيجلب نظام زي ما الفوضى بتجلب فوضى. سؤالي ليكي: إيه أول زجاج مكسور محتاجة تصلحيه في يومك النهاردة؟